السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد غنتكلموا فيه على المقابلات اللي غتجرى هاد اليوم. نقوموا بالتحليل ديال المقابلات. الا وصلك الفيديو ما تنساش تابونوا معنا في القناة، دير شي لايك للفيديو، شي كومونتير حفزنا، وعلى بركة الله نبداو الحلقة. ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي، عليها السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد غنتكلموا فيه على القمة ديال المجموعة الثانية اللي غتجمع بين منتخب غانا ومنتخب مصر. مقابلة لا تقبل القسم على اثنين. غانا المصنفة 61 ومصر المصنفة 33، فغيدخلوا لهذا اللقاء باش يقلبوا على الانتصار ولا شيء غير انتصار. بحكم النتائج اللي حققوا في المقابلات الأولى، فمصر تعادلت بشكل أنفس مع موزمبيق 2-2، بينما غانا فهي خسرت أمام رأس الأخضر ب2-1. مقابلة اللي غتحدد بشكل كبير يعني المستوى ديال المنتخب المصري والمنتخب الغاني. بالنسبة لمنتخب مصر، فمنتخب مصر مطالب بالفوز في هذا اللقاء نقطة واحدة. في حالة تعثر فوز الرأس الأخضر فغتصعب المهمة على مصر، بحيث أن رأس الأخضر غتولي عندها 6 نقاط ومصر فغتبقى بنقطة. مصر غتدخل اللقاء بخيار واحد وهو الفوز. مقابلة اللي فاتت الأداء اللي قدموا فهو أداء يعني يعلي مجموعة من علامات استفهام. لاعبين اللي بانوا يعني بدنيا فهم منهكين، خصوصا في وسط الميدان والدفاع. نقطة الضوء الوحيدة اللي كانوا في هذا الماتش فهما مصطفى محمد اللي سجل الهدف الأول، محمد صلاح اللي سجل الهدف الأخير عن طريق ضربة جزاء. المقابلة ما قدمتش فيها مصر شيء كثير، يعني المستوى اللي كان عادي. فيتوريا مدرب منتخب مصر عليه تصحيح مجموعة من الأخطاء ويبعد العاطفة شوية، حيت بعض اللاعبين يعني منطقيين فهما مخصمش يدخلوا. فلاعب كنني فكنظن ان المستوى ديالو ما يسمحش ليه دابا يلعب في منتخب مثل مصر. بالنسبه لمنتخب غانا فنفس الشيء، منتخب غانا اللي غيدخل لهاد المقابله وعينه فقط على الانتصار. في حاله نتيجه غير انتصار فهو بشكل كبير غيودع البطوله، خصوصا انها غتبقى عنده 0 نقطه. في حين انتصرت راس الاخضر ومصر غتولي عند راس الاخضر 6 ومصر 4، فبذلك فغانا غتغادر المسابقة. هادشي اللي غيخلينا المقابلة غتكون قوية بين الطرفين. غانا اللي صراحة تراجع المستوى ديالها بشكل كبير، يعني مقارنة بغانا اللي كنعرفو. غانا مبقاش ديك غانا اللي يعني بالنجوم ديالها. كنشاهدو ان بعض اللاعبين اللي انتهت الصلاحية ديالهم، وبعض اللاعبين اللي مازال باغيين يثبتوا الوجود ديالهم. معدل الاعمار اللي غيكون في هذه المقابله اللي كبير، مصر معدل الاعمار 29 عام بينما غانا معدل الاعمار 28 عام. فين غيبان يعني المستوى البدني ديال الفريقين كيفاش غيكون. غانا بالنسبه للغيابات فما كاينش غيابات. المدرب قال بان قدوس رجع التدريبات ويقدر يكون حاضر في هذا اللقاء. قدوس اللي كنعرفوه مع وست هام الانجليزي كيقدم اداء رائع هذا الموسم. لكن كنظن ان غانا شيئا ما يعني غتكون مزيانه، غيقدم اضافه، لاعب متميز صراحه. مصر حتى هي بدون غيابات. محمد صلاح غيكون عينه على الانتصار في هذا اللقاء باش يتاهل الدور المقبل. نقاط الضعف عند المنتخب المصري فهي الجهه اليمنى، فين كيتواجد يعني محمد هاني واحمد حجازي. احمد حجازي اللي كيبان انه ما واجهش لهاد البطوله، عانى من اصابه يعني طويله مع الاتحاد السعودي. وكنظن ان غانا غتستغل هاد نقطه الضعف، خصوصا يعني هاد الجهه كيلعب فيها جوردان ايو اللي قدم اداء جيد يعني في اللقاء الاول. بالنسبه للمنتخب الغاني فكيعاني في الجهه اليسرى، وهذا الشيء اللي غيخلي ان محمد صلاح غتكون عنده يعني واحد النسبه ديال انه يتالق في هذا الماتش، النسبه اللي غتكون كبيره، ويقدر يسجل يعني اهداف. المقابله اللي كتميل الكفه ديال المنتخب مصر، لا شفنا الاداء ديال المنتخبين في المقابله الاولى، فكيبان ان منتخب مصر شيئا ما يعني
يعني شيئا ما قدم اداء جيد. فكنظن ان النتيجه غالبا غتمشي لمصر، غالبا ب2-1 او 1-0. هذه المقابله اللي تاريخيا فهي كتعرف سيطره المنتخب المصري، فهم تواجهوا 8 المرات، 4 المرات تمكنت مصر انها تفوز على غانا، بينما 2 المرات فقط اللي فازت غانا، 2 المقابلات سالوا بالتعادل. هادشي اللي كيبين الهيمنه ديال المنتخب مصر في هذا اللقاء. كنظن انه مقابله يعني غتكون شيقه، مقابله اللي غنشوفوا فيها كره فريقين منتخبين الكبار على مستوى الساحه الافريقيه. فنتمناو اننا نشوفوا اداء جيد، خصوصا ان مازال ما شفناش يعني شي مقابلات اليوم بمستوى عالي. فاحنا غننتظروا غدا لا مقابله نيجيريا ولا منتخب، لا مقابله نيجيريا والكوت ديفوار ولا مقابله مصر وغانا، باش نشوفوا يعني اداء جيد ومستوى يليق بكاس افريقيا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. فيديو جديد غنتكلموا فيه على المقابله اللي غتجمع بين منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار بعد انتهاء يعني الجوله الاولى من دور المجموعات. فغتبدا دابا الجوله الثانيه ديال دور المجموعات. الدورة الثانية اللي كتكون يعني معروفة انها كتكون كتحدد بشكل كبير المتأهلين للدور المقبل. دابا الطريق غيسخن، كنظن المنتخبات دابا فما يبقاش عندهم الهامش ديال الخطر، فغيدخلوا غيقدموا كل ما عندهم. غتبدا باول يعني القمه اللي غتكون بين منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار، كنعتبرها اول قمه في كاس افريقيا اللي غتكون بحكم ان الدوره الاولى من المجموعات فما كانش فيها شي مواجهات اللي هي قويه. مقابله اللي كنتظروا من الشيء الكثير، كنتظروا من انها تحسن المستوى اللي ظهروا به المنتخبات في المباريات الاولى، ونشوفوا اداء اللي يكون يعني يليق بالمسابقه، خصوصا ان المنتخبين يعني كيتوفروا على مجموعه من النجوم. منتخب نيجيريا منتخب الحائز على كاس افريقيا 3 مرات، 1980 1992 و2013، مصنف 42 عالميا. فهو غيواجه الكوت ديفوار الحائزه على كاس افريقيا مرتين، اخرها كان سنه 2015 رفقة هيربيرونا. منتخب نيجيريا غيدخل وهو متعثر في اللقاء الاول 1-1. الماتش الاول اللي تعادلوا فيه مع منتخب غينيا الاستوائيه ب1-1، الهدف اللي كان عن طريق اوسيمين اللي ضيع في هذا اللقاء فرصه اللي كانت يعني تعطي 3 نقاط للمنتخب النيجيري. نيجيريا اللي في هذا الماتش ما قنعاتش، قدمت اداء يعني باهت، يعني لا يليق باللاعبين اللي كاينين ولا التاريخ ديال نيجيريا. اداء مفكك، لاعبين كيعتمدوا فقط على اللاعب الفردي، ما شفناش يعني شي محاولات يعني جماعيه، اللعب اللي متنوع حلول في الهجوم. فكنشاهدوا انهم كيعتمدوا فقط على الفرديات عن طريق موزيس، ايوبي. كل ما كيستلموا الكره فهما فقط كيرسلوها لاوسيمين. هادشي اللي ضعف يعني من الهجوم ديال منتخب نيجيريا. حتى ديك الروح ديال المجموعه والدفاع عن القميص فهي ما بانتش في هذا اللقاء. غنشوف ردة الفعل ديالهم في هذا اللقاء، واش يحسنوا من المستويات ديالهم ولا غيبقاو على مستوى، ولا قدموا نفس المستوى اللي قدموا في الماتش الاول. فكنظن غيعانيو بزاف قدام كوت ديفوار بلد المنظم اللي لعبت الماتش الاول فازت اداء ونتيجه 2-0 امام غينيا بيساو. واخا غينيا بيساو ماشي داك المنتخب اللي يمكن نحكموا على الكوت ديفوار من خلاله، ولكن عطاش اشارات انهم يعني واجدين. غنشوفوا هذا الماتش هو اللي غيبين لنا الحقيقه يعني ديال المنتخب النيجيري وديال المنتخب كوت ديفواري، واش يقدروا يمشوا بعيد في هذه المسابقه. من جانب الكوت ديفوار في المقابله الاولى فتالق سيكو فوفانا اللي حرق التيران طولا وعرضان، وقرا احسن لاعب في هذا اللقاء امام غينيا بيساو. مقابله اللي غتجمع يعني بين فريق يعني متعثر وفريق فائز. فريق اللي متعثر هو نيجيريا غيحاول انه يدخل باش ينتصر وعليه الضغط، عكس كوت ديفوار اللي عندها 3 نقاط. حتى التعادل فهو مزيان ليها، تفوز الماتش الاخر فيها 7 نقاط كتأهل كمتصدر المجموعه. فكنظن ان هذا اللي غيصعب الماتش يعني شيئا مع نيجيريا. فكوت ديفوار تقدر تسنى نيجيريا، وهادشي اللي يخلي فراغات المنتخب الكوت ديفواري.
على أي فكنظن أن اللقاء غيكون مفتوح من خلال المقابلة ديال كوت ديفوار أمام غينيا بيساو ونيجيريا أمام غينيا الاستوائية. فكنظن أن شيئا من كوت ديفوار كانت أحسن وتميل الكفة ديالها على منتخب نيجيريا في هذا اللقاء، وحتى عامل أرض الجمهور فهو يعطي واحد الدافع معنوي لمنتخب كوت ديفوار، هادشي اللي كيخلي أن النتيجة شيئا ما غتميل كوت ديفوار. والصراحة هذا الماتش فكنظن أن الكوت ديفوار غتنتصر في هذا اللقاء ب2-1 أو 1-0. هادشي اللي كاين بخصوص هذا اللقاء. نتمنى إن شاء الله أن اللقاء يكون جيد يعني وارتفع المستوى ديال كأس أفريقيا، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.